دوري الابطال النهارده وانا مبسوط يا جدعان اقسم بالله. ومعانا النهارده اول اتنين متاهلين من ماتشين جامدين قوي، وبالذات ماتش تشيلسي ودورتموند، وده هنخليه في الاخر. الماتش الاولاني ما بين بنفيكا وكلوب بروج. يلا بينا نتوقع مين اللي هيتاهل النهارده. اول ماتش ما بين بنفيكا وكلوب بروج، ودوت ماتش سهل جدا بالنسبه لبنفيكا لان هي اصلا كانت كسبانه 2-0 على ملعب كلوب بروج، فما بالك هتعمل ايه في ملعبها. وغير كده هي اصلا طلعت باريس سان جيرمان او خليته تاني من دور ال 32. بنفيكا تقيله قوي، واعتقد ان المباراه والتاهل هيبقى لصالحها، وخصوصا ان مباراه العوده على ملعب. نيجي بقى للمباراه التقيله قوي ما بين وصيف الدوري الالماني بفرق الاهداف وعاشر الدوري الانجليزي، اللي انا مش عارف ازاي تشيلسي يا جدعان عاشر الدوري الانجليزي. مباراه الذهاب دورتموند حسبها 1-0 على ملعبه، ومباراه العوده في ستانفورد بريدج دورتموند بيعيش اوضاع جميله جدا في الدوري الالماني، على العكس تماما تشيلسي عايش اوضاع وحشه جدا في الدوري الانجليزي. ولكن لما تيجي تحط الاثنين قدام بعض في دوري الابطال فالحسابات دي كلها بتتغير. حتى لو كان تشيلسي عاشر حتى لو كان تشيلسي عاشر في الدوري الانجليزي سيبها على الله كده، ودورتموند هتتاهل. فمعانا اول اتنين متاهلين في دور الثمانيه وهم دورتموند وبنفيكا. كان معاكم زيكا، ولو عجبكم المحتوى بتاعي